بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نحن في هذه الأيام منذ 7 أشهر نعيش أحداث معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة التي أحيت الأمة، لا أقول أحيت القضية الفلسطينية فقط، وإنما أحيت الأمة كلها. استشعرت الأمة في هذه المعركة العزة، واستشعرت معاني الجهاد التي غابت طويلا عن العقل الجمعي لهذه الأمة. فها هي معركة طوفان الأقصى تعيد إلينا معاني العزة، معاني الجهاد الحقيقي، معاني التعامل مع الأسرى، معاني التعامل الراقي والمسؤول مع الأعداء رغم نزالة الأعداء ووقاحة الأعداء وهذه الوحشية التي يتعاملون بها. فإن قادة المسلمين وزعماء الحركة الإسلامية وحركات المقاومة نراهم وقد تجسد فيهم المعاني الحقيقية للإسلام والمعاني الحقيقية للجهاد. وإذا كنا اليوم نعيش ذكرى أحداث النكبة، فإننا نودع في هذا اليوم النكبات، كل النكبات على أرض فلسطين، ونحن في طريقنا الصاعد نحو النصر المؤزر ونحو التحرير الكامل للأرض وللعرض وللأقصى والأسرى والقدس وكامل فلسطين. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. Aksa tufanının üstünden 7 aydan fazla bir süre geçti ama bu süre içerisinde ben Aksa tufanını sadece Müslümanları, Filistin davasını canlandıran bir şey olarak görmüyorum. Tüm ümmeti elhamdülillah canlandırdı ve tüm ümmete kim olduklarını hatırlattı. Şu anda 7 aydır devam eden bu süreç içerisinde biz İslam'ın birçok şiarını elhamdülillah Aksa tufanında gördük. Bunlardan bir tanesi de işte savaşta esirlere nasıl müdahale, nasıl muamele edileceğidir ki İzzettin el-Kassam Tugayları en güzel şekilde bu muameleyi yaptılar. Bugün olumsuzlukları, sıkıntıları konuşma günleri değildir. Evet, büyük bir cihat devam ediyor ve bizler Allah'ın izniyle bu cihadın sonunda muzaffer olacağız Allah'ın izniyle.